السلام عليكم. انا غبرت عليكم البارح لانه كانت وقعت لي واحد الحاجه. شوفوا، انا البارح سافرت واحد البلاد عزيزه على كل الناس. سافرت وما كتبش الله ورجعت، ولكن انا حتى شي واحد ما عرفني بانني سافرت، حتى شي واحد ما عرفني فين مشيت، حتى شي واحد ما عرفني فين جيت، حتى شي واحد ما عارف. تخيل لدرجه ان الموظفين اللي معايا وبديعه والناس اللي قرابين ليا ما عارفينيش فين مشيت ولا فين جيت. وانا البارح كانت عندي الطياره للسعوديه، مشيت هانتوما هاد التيكي شفتوه، نوفل موسى، اسطنبول، جده. كان عندي التيكي مع 9 الليل، وصلت مع شي 9 الليل وصلت مع الوحده وشي حاجه. مشيت باش ندير عمره. ملي مشيت ندير عمره انا كان عندي مشكل في السعوديه ديال الهيئه، الله ياخذ فيهم الحق، الله لا يسامحهم، اوسخ بشر على وجه الارض، اللي يحيودين على الفاضي، اكبر فاسقين وفاسدين في الارض. الحمد لله انه السعوديه تخلصت منهم، الحمد لله، لانه هذوك الناس وسخين بزاف، كانوا غيدمروا صورة السعوديه. ولكن الحمد لله انا صراحه التجربه اللي عشت امس في السعوديه ديما نبقى نذكرها وديما نبقى نشكرهم. وصلت المطار في الاستقبال كانوا الشرطيات كلهم نسوان، الحمد لله كانوا في قمه التعامل وفي الاحترام والصوب والادب. وهذه صافي قالت لي دير قلت لها ممكن تتفضل معنا؟ قلت لها ما عرفتش مادام قالت لي تفضل معاه. وانا كنت بالمحرم على فكره، لانه كنت رايح غادي عمره. فمشيت داتني عند الشرطي تيقول لي صافي خلي بس نشوف شنو عندك في الموضوع ونشوف اذا. المهم قال لي تفضل معايا، ودا كيقول لي شوف الا كانت شي امور فيها تسهيلات راح انا غنوقفوا معاك، ولا كانت شي حاجه اللي توجب علينا اننا نرجعوك من المطار راه غنرجعوك. قلت له واخا سيدي ما كاين مشكل. ويقول لي تفضل جلس. مشيت جلست شويه وجا عندي واحد بوليسي اخر اداني المكتب، وكانوا تما البوليس بزاف. وسبحان الله كان وقت الاكل وعزموني على الاكل. على فكره ما عارفيني لا مشهور ولا القصه ديالي، ما عارفين عليا والو اصلا، ما عارفينيش. هما اصلا سواعد السعوديين ما عارفين عليا والو، بس لانه انا مغربي جابوا من الاكل، عزموني على الاكل ويكبوا لي الشاي، ومن بعد الشاي برد بدلوا لي الشاي. واحد التعامل تنقول واش هادو السعوديين ولا يعني. شفت سبحان الله. انا صراحه دوك الشرطه كنتمناهم لاي بلاد. واحد التعامل ماشي طبيعي، واحد الاحترام، واحد التقدير، واحد الحنانه، كتحس يعني ما يركبوش فيك داك الخوف. اصلا انا ما تنخافش الحمد لله، ولكن ما تركبوش فيك داك الخوف، فهمتي؟ يعني تعاملوك بانسانيه وباحترام وبقلب مفتوح وبصدر مفتوح، وواحد الابتسامه عريضه، ويجي بوليسي ويمشي بوليسي ويجي بوليسي ويمشي بوليسي، وتعامل جد راقي لدرجه انه ما دخلوش معايا في التفاصيل شنو المشكل. لا كان عندك صافي بقاو كيتسناو وقالوا لي شوف الى المشكل خلص 10 سنين غتدخل براسك مرفوع، بس الا كان اقل من 10 سنين لازم تكمل 10 سنين، لانه انت كان عندك مشكل في 2015 شهر 8، يعني المشكل ديالك كيسالي 2025 شهر 8. هذا هو اللي اكتشفنا في الاخر. وما يقولوا لي ما لقيناكش الحل، واش تبغي تستنى يقطعوا لك هما يعني على النفقه ديالهم ولا تقطع نتايا؟ قلت لهم لا نقطع انا. صافي مع جيت انا قطعت. وبطبيعه الحال هذه تذكره العوده. هانتوما حتى البوردين، لانه انا ما دزتش ما خرجتش ودخلت، لانه بقيت غير في المطار الداخل، فما قطعش لي قطعته قدامكم. هذا هو البوردين باش رجعت من جده لاسطنبول في الصباح. الحمد لله كاين واحد البوليسي وقف معايا حتى هو حتى الاخر، تيقول لي بغيتي تتغدى بغيتي تفطر؟ قال الفطور. قلت له تغدى. بغيتي تفطر؟ بغيتي دير شوبين؟ قال لي اللي بغيتيها. بس كان وصلني حتى الباب. تعاملهم زوين. المهم انا ليسونسيال انا فرحان بزاف، لانه درت النيه ديالي، صليت انا في الصباح هنايا، درت القران، صليت في الطياره، درت نيه العمره في الطياره، عشت الشعور ديال النيه. المهم النيه تقولها ابلغ من العمل. المهم انا درت نيتي انني نمشي عمره. انا بالنسبه لي انا كنهضر على راسي، انا معتمر، فهمتوا؟ انا معتمر.
ما كيهمنيش وصلت العمره ولا ما وصلتش لمكه. انا معتمر، اعتمرت بالنسبه لي انا، لانه انا النيه ديالي كانت عمره، ولكن كانت واحد الاسباب اللي وقفتني انني ما نكملش العمره، ومن حقهم وهم عندهم نظام وعندهم سياده وعندهم كل شيء. فانا اكيد انا مواطن اجنبي، وجيت ندير مراسم العمره وما كتبش ليا، ولكن ان شاء الله من بعد واحد 7 شهور 8 شهور نقدر نمشي العمره، لانه هما قالوا لي غتسالي لك ديك 10 سنين. وعلى فكره قالوا لي الحج تقدر تجي يعني في موسم الحج تقدر تجي، ما كاينش اللي غيرجعك، واخا تكون يلاه جراو عليك مثلا من الخليج من السعوديه، الحج كيمسح كل شيء. فالحمد لله انا فرحان بزاف، لانه مادام انني فكرت ندير عمره ونمشي للسعوديه، اذا وانا عندي فكره العمره في راسي. شفتوني لابس داك المحرم، شفتوني درت النيه، شفتوني صليت الحمد. وبحكم انا كيعجبني ندير المزيان مع الناس، فقلت علاش لا ما نعاود لكمش القصه، وخا حتى شي واحد ما كان عارفها، وباقي دابا بادئه ما عارفاش وجايه دابا عندي الدار باش تفطر معايا وما في خبارهاش. دابا منين تجي الا شافت ستوري تكون في خبارها، والا ما شافتش راه غتجي نعاود ليها. فانا كانوا خوتي هما اللي عارفين بوحدهم، لانه هذوك اهلي، اما شي واحد براني حتى شي واحد ما كان عارف. فالحمد لله ما درتش العمره، ولكن كسبت الرضا النفسي لنفسي. يعني انا كنت باغي ندير عمره، كانت عندي رغبه انني ندير عمره وما توفقت. حقا بكيت البارح، بكيت لانه كان عندي خشوع كبير وكنت باغي ندير العمره وداك الشيء، وبكيت صراحه وتاثرت وبكيت ديال بصح، ولكن هذا قدر الله ما درتهاش. نتمنى ان شاء الله كما قالوا لي 20 غيتحيد نديرها. هي مناسبه لانه هاد 7 شهور 8 شهور نقوي ايماني، نكثر من الصلاه، نكثر من الدعاء، نكثر من نعاود نرجع للطبيب ديالي، نعاود نرجع ندير دوك الحصص مع ماجده الغماري حتى هي ساعدتني شويه، الله يكثر خيرها. فدونك غنبدا شويه بشويه عاوتاني من هنا 7 شهور 8 شهور غنكون من احسن لاحسن. وعلى فكره الشرطه اللي كانوا معايا في السعوديه سبحان الله واحد الاحترام، اول مره نحس راسي جالس مع رجال وما في هذاك النظره انه هذيك اللي على بالكم، يعني اصلا ما جاهم شك ولا جاهم فضول ولا جاهم. سبحان الله سبحان الله.